مرحبا. فيديو اليوم راح أقدم طريقة عمل الكوكيز. هذا النوع من الكوكيز أكيد كنا ماكلين منه وكنا نشتريه من الأسواق، بس نقدر نسويه بالبيت بطريقة جدا جدا بسيطة وبمواد سهلة وبسيطة وأكيد متوفرة بكل بيت. وهذا النوع من الكوكيز حتى لو الواحد ما عنده أي خبرة بالطبخ يمكن أن ينجح من أول مرة، من هالقد هو سهل وما يحتاج إلى أي مجهود، وإن شاء الله ينال إعجابكم. المواد اللي نحتاجها لهاي الوصفة، هنا أنا عندي كوبين ونص من الطحين، عندي هاي بيضتين طلعتهم قبل ساعتين تقريبا من الثلاجة، أحتاج كوب من الشوكولات شيبس أو قطع الشوكولات المحلى، وعندي نص كوب شكر أبيض وكوب كامل من الشكر الأسمر، وعندي هنا كوب أو قطعتين من الزبدة، هاي زبدة طرية طلعتها من الثلاجة قبل 3 ساعات تقريبا، واحتاج رشة فانيليا ورشة صغيرة ملح، وعندي ملعقة صغيرة من البيكنج سودا. الملح احتاجه حتى شوية يعادل طعم الشكر. هنا أنا أضيف أخلي القطع الزبدة بوعاء وأضيف له الشكر الأبيض والبني، بس أستعمل الخفاق الكهربائي إلى أن يمزج الزبد مع الشكر بشكل جيد. هنا بعد أن انخفق الزبد واختلط بالشكر زين، هسه أضيف البيض وأضيف رشة فانيليا وأخفقهم مع بعض. هاي هنا بعد ان اختلطت المواد زين مع بعض، هسه أضيف عندي هذا الطحين، أضيف له رشة الملح والبيكنج سودا وأخلطه زين، بعدين أضيفه فوق خليط البيض والزبدة. هنا بعد ما ضفت الطحين ما يحتاج استعمل الخلاط الكهربائي، استعمل السباتيولا بس اخلطه خلط خفيف بس الى ان يمتزج الطحين بالزبد والبيض، ما يحتاج خفق قوي. يعني نستمر بالتحريك الى ان تنخلط المواد زين ونحصل على عجينة تكون طرية نوعا ما. هاي هنا اختلطت المواد مع بعض زين، حصلنا على هاي العجينة الطرية. هسه راح اضيف نص الكوب من الشوكولات شيبس واخلطه مع بعض. ورا ما اكمل راح اخلي هاي العجينة بالثلاجة تقريبا لمدة نص ساعة او حتى ساعة، مو مشكلة، لانه حتى من اخليها بالفرن بالاوفن تبقى محافظة على شكلها المرتفع. اما اذا مرتوها تبقى مرتفعة تصير مسطحة مثل هاي نشتريها من الاسواق تكون رفيعة كلش، لا تخلوها بالثلاجة، رأسا ابدوا بتشكيلها وخلوها بالفرن. بس أنا تعجبني تكون شوية بها ارتفاع نوعا ما من أطلعها من الفرن، لهالسبب راح أخليها بالثلاجة. هاي بعد مرور نص ساعة طلعتها من الثلاجة، وهاي عندي هنا صينية مال الفرن خليت عليها قطعة من ورق البارشمنت أو ورق الزبدة، وأبدي بتشكيلها على شكل قطع صغار وأرصها بالصينية. وأنا طبعا شغلت الفرن قبل ما أبدي بالشغل، شغلت الفرن على حرارة 350 فرنهايت 180 مئوية، وأدخلها على رف الوسط وتاخذ تقريبا مو أكثر من 12 دقيقة. أما إذا ردتيها تكون تبقى شوية قوية ورا ما تطلعيها من الفرن ومقرمشة، خل تبقى بين 14 إلى 15 دقيقة. أما إذا ردتيها تبقى ناعسة وطرية مو أكثر من 12 دقيقة.
هاي هنا بعد ان كملنا من تشكيل الكرات مال الكوكيز، عندنا الكمية الباقية من الشوكولات شيبس نبدي نخليها فوق هاي القطع، كل وحدة نخلي قطعتين او 3 عليها، لان هاي من تطلع من الفرن يصير شكلها ومنظرها حلو. هاي بعدين كملنا، هسه ندخلها للفرن. هاي بعد مرور 12 دقيقة طلعتها من الفرن، انتظرتها تبرد شوية، بعدين خليتها بصحن التقديم. هاي بقت، شوفوا بقت محتفظة بشكلها شوية مرتفعة، ما صارت مسطحة. هسه خلينا نذوق نشوف الطعم. طلعت كلش طيبة، جربوها وألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لهذا اليوم أرجو الاشتراك بالقناة ودعم القناة بتعليق ولايك. شكرا جزيلا، مع السلامة.